هذا مثلا مداد فتيحه، هذا هلا موجود داخل الاراضي اللبنانيه، كرمال شو؟ كرمال يجهزوا مجموعات مسلحه، بيقولوا لك انه بلبنان ما في فلول. طيب هذا غسان الطرميح، هذا فلول ولا ما فلول؟ بس هذا تم اغتياله بلبنان. تم هلا هو يمكن زحط بشرة موزه، ما بنعرف نحن كيف مات يعني. طب اذا انتم حاسين انه يضل في عليهم خطر داخل لبنان، طفشوهم كحشوا لنا اياهم. عندك مثلا هذا عمر رحمون، هذا ما الف مبروك اعطاك ال5 كيلو ذهب، اكبر ناس كذابين على الاعلام، بيطلعوا بيكذبوا بيدجلوا، وهذا معروف بكره النظام. وعندك من الموجودين داخل الاراضي اللبنانيه وعم بيمولوا هؤلاء المجموعات وعم يجيبوا لهم مصاري. هو كان مدير شعبة المخابرات، لواء كمال حسن. هذا الزلمه هذا شريكه لشجاع العلي، اكبر خطيف واكبر تاجر كبتاغون على الحدود اللبنانيه السوريه اللي انقتل من سنه تقريبا. هذا شريكه يمول مجموعات في لبنان. طيب من يضمن ومن يؤكد المعلومات التي تقول بانه هذا الرجل موجود بلبنان وهذا الرجل موجود بهذه المنطقه تحديدا؟ يعني جايب مجموعه صور. طيب اعطيك مثل، هذا داخل هذا مسؤول عن مجموعات مسلحه، وهذا ضابط بالنظام السوري موجود عندنا بطرابلس. يا اخي هذا عنده محل منقوش امام اعين العالم كلياتها. لك شو عاملين لهم؟ عاملين لهم بيوت ومساكن، لك كيف معادينهم يعني. حتى هن جمعيات والله من كندا ومن استراليا وما بعرف شو، هيدي مقراتهم جوا. وفي عندك حتى تتاكد اكثر شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك انه هؤلاء المجموعات انه غير مسلح وهن ما تبعوا السلاح وهربانين مدنيين. طب يا اخي انا بطلع لك مئات الصور كلها مقاتلين. فيك تفرجينا بس هيدي الصور وين التقطت وكيف تم التقاطها؟ عم نحكي عن عناصر بنظام بشار الاسد. هدول مقاتلين نظام بشار الاسد، عندي منهم العشرات من هدول الصور. طيب كيف تم التقاط هاي الصور وين؟ وهل هي جديده؟ شو عرفنا انه هيدي بلكي بيقولوا لك مش بلبنان؟ لا بلبنان بامرك. بعطيك لوكيشن مثلا على سبيل المثال. هذا الشخص من كم يوم عمل جريمه قتلوا شخص من بيت النمير، هذا احد الفلول. لكن حامل لا ولا منو حامل لا. بتقول انه بعضهم مغطيين ومحميين لانه الدوله اللبنانيه الحكومه اللبنانيه قالت بانه نحن بلشنا حمله مداهمات. هؤلاء يحظون بغطاء ديني، والغطاء الديني يقوم فيه مفتي جبل محسن علي الدور. هو اللي بيغطيهم، هو اللي عم يعطيهم حمايه. يعني في عندك مثلا هذا يقال عنه الجزار، دائما متواجد داخل مكتب المجلس الاسلامي العلوي، وهيدول اللي معهم بشار حبيب ومعهم دانيال، وهؤلاء كلياتهم هن اللي عم ينظموا هيدي المجموعات كلياتها بغطاء ديني من المجلس العلوي. انا بس بدي اعرف، هل اليوم المرجعيات الدينيه في لبنان شغلتها تحمي مجرمين هربوا من سوريا وارتكبوا المجازر؟ الناشط اللبناني ابن مدينة طرابلس الحرة، ابن مدينة طرابلس الأبية، يفضح بالصور والمواقع أماكن تواجد، أسماء وأماكن تواجد فلول النظام المجرم في لبنان ومن يقوم بحمايتهم.